السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. سمعونا الصلاة كالعادة، يعني على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الفيديو. وزي ما بنقول يا جماعة، رمضان شهر العبادات، كله يشد من نفسه كده ويركز في العبادات وحافظوا على الصلوات يعني والأذكار وختم القرآن ده، يعني وربنا يعينك بقى اللي يختم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ده يحظه يعني. وادعوا لنا بقى، أهم حاجة بقى ادعوا لنا كده إن ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يعني ويصلح لنا الحال. ولو في اي حد عنده اي استفسار ممكن يسال يا جماعه، احنا ما قلناش كده في اول الفيديوهات، بس اسالوا في اي حاجه احنا ممكن نجاوب عليها، حتى لو ما جاوبناش ممكن نجاوب بعد ما نخلص ال 30 يوم او 30 فيديو احنا عايزينهم. طبعا ايه الخطا اللي احنا عملناه او الكارثه اللي احنا عملناها بقى بالنسبه للفيروس؟ طبعا احنا دخل عندنا فيروس كانت شديده، نتج فيروس تقريبا كان نيوكاسل. فاحنا ما فيش خلاص اي معلومات خالص. فبكلم انا حد من الجماعه اللي معايا، يا جماعه انا عندي الوضع واحد اتنين تلاته. قال لك بقى الكارثه اللي الناس بقى بتعملها والى الان يعني، اللي هو قال لك ايه؟ قال لك نحقن. يا عم نحقن ايه؟ قال لك بقى سافوتاكس مع جنتاميسين مع الكلام الحلو اللي انتوا عارفينه ده، طشمه بقى والقصص الفاضيه دي. خلاص ماشي يا باشا، خش يا باشا باللي انت عايزه. قال لك نحقن. طبعا انا في فيروس، انت عشان تحقن وانت في فيروس انت سلمت دمرت الفراخ كلها يعني، لما سلمت الفراخ للفيروس تسليم اهالي زي ما بيقولوا كده يعني، خلاص هيقضي عليه. فيروس مفيش حاجه اسمها حقن نهائي خالص، ما تحطش اي مضاد حيوي، روافع مناعه، موسعات شعب، اي حاجه بقى من دي. ديتول في الميه، خدوا بقى دي كلها معلومات اهي، معلومات اهي. ديتول في الميه مثلا، او بتاع يود في الميه نص سنتي على اللتر، اي حاجات من المطهرات دي، لكن ابعد عن الحقن خالص، او ابعد عن اي مضاد حيوي يجهد الفراخ يعني. في معلومه بتقول ان المضادات الحيويه اللي هي اللي بتعالج الميكوبلازما تقريبا، او اللي هو التيروزين، اريثروميسين، انرو، الحاجات دي ما بتسقطش المناعه، بس برضو استشير طبيب طالما في فيروس، استشير طبيب او استشير حد يكون معاك يبص على الحاله ويشوف الدنيا فيها ايه. والجديد اللي بيقول لك بتنزل مضاد حيوي ما اعرفش 6 ساعات، ده تقريبا دكتور المهندس عاطف. 6 ساعات بتنزله مضاد حيوي وتشوف النتيجه بتاعت الفراخ، قبلت يبقى مش فيروس، ما قبلوش والدنيا هتبوظ ارجع تاني واشتغل على رافع المناعه والكلام ده كله. وقلنا نحب يعني ايه نوصل لحضراتكم الفكره. احنا بقى عملنا الكارثه وقمنا جايين تحقن يا باشا. حقنا حقنه 24 سنه ساعه، والحقنه الثانيه بفضل الله الفراخ كلها بقينا بنشيلها بالشكاير. تقريبا كانت صرف حوالي 1000، كان بيصرف ساعتها 20000 جنيه، صرفنا حوالي 12، لمينا منهم 3000 جنيه بس. كل الفراخ اللي هي كيلو ونص بعناها، والناس جت شالت معانا. ويعني مش عاوز اقول لك بقى مصطفى قاعد يعمل فينا ايه يعني، عشان مصطفى ده كان عسليه خالص. خرب بيتك يا بتاع، خرب بيتك يا بتاع، بطلت عليها 5 سنين شغل في الفراخ خالص الحمد لله يعني. من القرفه والكره وبتاع، وصمم انه ينادي باسمي، وانا كنت قبل كده عامل فيها الفراخ بقى وما ينفعش، يقول لك لازم ننادي باسمه.